الحصان المفروض يا دكتور ما يقعدش راقد فترة طويلة؟ طبعا مفيش منه امل خالص. هو الحصان فعلا بينام وهو واقف؟ في خيل بتنام ترقد وفي خيل بتنام وهي واقفه، على حسب. ولو رقد عادي، بس اهم حاجه يقوم. طول ما هو بيقدر يقوم لوحده زي الفل. خلاص تمام. لما يبدا بقى مش قادر يقوم، محتاج مساعده، دي أيوة. نقطه ضعف. بعد كده بقى مش قادر يقوم خالص حتى بالمساعده، دي نقطه ضعف تاني، دي قصه تانيه. وكل دي عوامل لازم ناخد بالنا منها. في امراض بتعمل كده وفي سن بيعمل كده، يعني امراض بتصيب هو عمر الآلة الحصان العصبية. قد ايه الافتراضي؟ والله لحد 20 سنه 25 سنه يشتغل. ويقدر ان هو يأدي بكفاءة على حسب بقى برضه الاستعمال بتاعه، يعني لو هو مهان او هو مش مهان. لو هو متهان طبعا ممكن يتقصف عمره وهو صغير اصلا. لو هو حصان كويس حلو ممكن يقعد 30 حضراتكم سنة. سامعين دكتور حماد بيقول لنا ايه؟ يعني كلمة تدمي قلبي على حسب استخدامه. اصل اللي بيستخدمه لا هيهين ولا هيكرمه.